السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اذا فيديو اليوم غادي نهضروا على كريستيانو رونالدو اسطوره ريال مدريد ومانشستر يونايتد، واحد اساطير كرة القدم في التاريخ. هناك احاديث كثيره عن انتقال كريستيانو رونالدو بعد فسخ مانشستر يونايتد العقد معه، منها من يربطه بفرق اوروبيه ومنها من يربطه بفرق سعوديه. لكن الان غادي نشوفوا الامكانيه ديال انتقال هذا النجم في انتقالات الشتويه القادمه في يناير بعد انتهاء كأس العالم، والذي قدم فيه رونالدو أداء مخيب صراحة، بضغط من الجمهور وضغط من اللاعبين وحتى ضغط من مانشستر يونايتد بعد فسخ العقد قبل بداية كأس العالم، وهو ما أثر على أداء البرتغالي، وجلس أول مرة في التاريخ بمشاركته مع البرتغال احتياطي في مباراتين، أولى ضد سويسرا والثانية ضد المنتخب المغربي. لكن خبر الانتقال ديالو غالبا غادي يكون الفرق الخليجيه، كما تقول كل الجرائد والصفائح الالكترونيه على انه اتمم الانتقال ديالو الى النصر السعودي. ولكن واش كتظنوا فعلا انه غينتقل للدوري الخليجي هو بهذا السن؟ وبالفعل هو باغي يزيد يكتب التاريخ في دوري الابطال وفي الدوري الاسباني خاصه، ونتمنى ان يكمل هذا النجم مشواره في اوروبا، لاننا صراحه لازلنا نريد المتعه من هذا اللاعب، وهو لاعب أسطوري وتاريخي في طريقة لعبه وفي مطالبه بالمجد والفوز في كل مباراة. كما نعرف جميعا على أن كريستيانو رونالدو الآن في البالدي باس في المدينة الرياضية بمدريد يتدرب للحفاظ على المستوى، وكلنا نعرف على أن هذا اللاعب مولوع بشيء اسمه الرياضة. وخبر انتقاله إلى مدريد في هذا الموسم هل هو صحيح أم إشاعة؟ خاصة أن ريال مدريد عندما يتخلى عن نجومه لا يستردها أبدا. هذا ما عودتنا عليه ريال مدريد تاريخيا. هل نرى حالة خاصة فداء لكريستيانو رونالدو؟ صراحة بيريز لا أعتقد أنه سيقدم على هذه الخطوة، ونتمنى أن يقدم عليها. وشاركوني آراءكم في إمكانية انتقال كريستيانو لأي نادي محتمل أن يلعب فيه البرتغالي. كان هذا هو فيديو اليوم، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله.